ترهلات الفخذين من المشاكل الكبيرة اللي بيعاني منها ناس كتير، خاصة بعد عمليات فقدان الوزن. أنا دكتور أحمد الأدور، استشاري جراحات التجميل. في الفيديو ده هنشرح لكم إزاي إن إحنا نتخلص من الترهلات اللي موجودة عندنا في الفخذين. إحنا مبدئيا بنعمل أناليسيس للعيان أو المريض اللي جاي بيشتكي من الترهلات اللي موجودة في الفخذين. لو مجرد بس سمنة وعندنا دهون كتير في منطقة الفخذين والجلد عندنا مشدود، السكين كواليتي بتاعته كويسة، بنكتفي بشفط الدهون بس. لو إحنا عندنا تكتلات دهنية عنيفة في الفخذين وعندنا ترهل بسيط في الجلد، بنعمل عملية شفط دهون وبنعمل شد لترهلات الجلد باستخدام جهاز الفيزر او الجي بلازما. المرحله الاكثر تقدما ودي اللي احنا بنشوف معظم الناس فيها، خاصه الكلاينت اللي هم لجأوا لعمليات فقدان الوزن بعد دايت عنيف او بعد تحويل مسار، ان احنا بيبقى عندنا ترهلات عنيفه في الفخذين. الترهلات دي ملهاش اي حل غير ان احنا لازم ندخل نشدها او نعمل شد للترهلات، لازم نستأصل الجلد ده جراحيا. فساعتها احنا بندخل نعمل استئصال للجلد. شكل الجرح بتاعنا بيبقى شكل جرح طولي ماشي بطول الفخذ من اول منطقه الركبه لحد فوق لحد منطقه الانجوين ريجون. لو في بعض الحالات اللي فيها ترهل بسيط في الجزء العلوي من الفخذ، مجرد ان احنا بنعمل جرح عرضي ماشي بمنطقه الانجوين ريجون. طيب لو احنا عندنا ترهل من الدرجه الرابعه او الدرجه العنيفه، عندي دهون كتير جدا وعندي ترهلات جلد كتيره، ما ينفعش ان احنا نعمل الاثنين دول في مرحله واحده. ساعتها بنقسم العمليه لتو ستيجز. اول مرحله ان احنا بنعمل شفط الدهون او بنخلي الكلاينت يعمل ويت لوس او يخس فتره ويرجع لنا بعد كده، وبندخل بعد كده في مرحله ثانيه بنعمل شد للترهلات دي. الجرح بتاع شد الفخذين بياخد وقت شويه في الالتئام بتاعه، ممكن حوالي شهر ونص او شهرين، لان المنطقه دي فيها حركه كتير، احنا على طول بنتحرك برجلنا، لازم عنايه واهتمام بالجرح كويس جدا. بنلبس كورسيه او مشد طبي لمده شهر ونص. لو عندك اي استفسار عن ترهلات الفخذين وحابب تعمل عمليه، ابعت لنا، تواصل معنا على رسائل الصفحه او على ارقام التواصل، احنا هنرد عليك.